باش نعملوا غريبه نتاع حمص. انا خذيت رطل حمص. بالنسبه للكيلو نتاع غريبه الحمص نستعملوا عليه رطل فرينه، وعليه نص لتر مخلطه بين الزبده والزيت، وعليه رطل سكر محور. بالنسبه للي يستعمل الباكو نتاع الحمص، باكو معناتها حمص ولا ذراع كيف اللي يستعمل باكو راهم يبداو مخلطينهم بالفرينه، دونك نعملوا رطل فرينه باش ما يضيعلناش مطعم الحمص. سينو اللي يعملوا في الدار ينجم يعمل رطل حمص كيلو فرينه عليه. توا خلطت الفرينه والذراع والسكر محور. بالنسبه لهذوما ثلاثه يلزمهم يتصفوا يلزم صفيه باش تغربلهم بالكدا، ومن بعد تحطهم، خاطر بالاخص الحمص تلقى فيه تفشقشو تاع حمص تلقى فيه، والكل يلزمهم يتصفوا بالكدا. توا باش نزيد الزبده والزيت نتاعي نبسس بهم الحمص والفرينه والسكر محور، ومن بعد نعديهم على الماكينه. انا توا خلطت الزبده والزيت باش نبسس بهم. توا بعد ما بسست الغريبه نتاعي باش نحطها في الماكينه. بالنسبه للغريبه نتاع الحمص كما قلنا نص لتر بين الزيت والزبده على الكيلو، ونعديوها على الماكينه. يلزم نعديوها على الماكينه باش تقر زيتها. انا ما عملتش فيها نشا، خاطر كي تعمل النشا من بعد تلصق في الحل هكا خير، وان شاء الله تجينا ريزولتا باهيه وما تتفترش. توا هذه العجينه نتاعي بعد ما خدمتها بالماكينه مرتين قرت زيتها. توا باش نخدمها بالقالب هذا باش نحط على الرخامه ونطبع. هذا هو طبق الغريبه نتاعي. توا مقعد كان باش ندخلو للفور، وكيف نخرجوه نزينوه بالفستق في الوسط كما قلنا. هذا هو القالب اللي استعملناه. فيه دو موتيف هاك. هذا الأول وهذا الثاني.